أبو تريكة بيوجه رسالة نارية، رسالة قوية لوليد صلاح الدين قبل استلام مهامه في النادي الأهلي وقبل أولى مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري. رسالة مهمة جدا من أبو تريكة لوليد صلاح الدين يا أهلاوي. دعم كلام أبو تريكة وتصريح أبو تريكة بلايك، أيوة ارزع اللايك المتين ودعم كلام أبو تريكة وتصريحه المهم باللايك، حيث قال تريكة حاجة مهمة جدا منتظرها من كابتن وليد صلاح الدين، وهي قفل حنفية تسريبات أخبار الفريق. وأصل المدرب قعد مع اللاعب الفلاني قال له كذا، وأصل في التدريبات حصل كذا، ده غير تسريب التشكيل اللي بقى شيء أساسي قبل أي ماتش. تشافي وهو في برشلونة كان غاضب من فكرة تسريب أخبار الفريق وأوضة اللبس. وصحيفة الموندو ديبرتيفو كتبت عن التحقيقات اللي اتعملت داخل الفريق علشان يوصلوا لمصدر تسريب الأخبار. ده غير جاري نيفيل اللي اتكلم قبل كده عن خطورة تسريب أخبار غرفة ملابس مانشستر يونايتد واستغلالها في الضغط على بعض اللاعبين وخدمة لاعبين آخرين أو تصدير مشكلات للمدرب. ده غير الواقعة الشهيرة اللي كان مورينيو غضبان فيها قبل الكلاسيكو لما تم تسريب التشكيل وتغيير مركز بيبي في المباراة، واللي مورينيو أخذ إجراءات بعدها. جملة مدير الكورة قافل على الفريق هي جملة صنعت في النادي الأهلي، فما ينفعش نشوفها دلوقتي موجودة في أندية تانية وإحنا لأ. وهنا رسالتي لوليد صلاح الدين بالتوفيق لكابتن وليد صلاح الدين، لأن المهمة في توقيت معطياته صعبة جدا.